تعرف ان صاحب شركة هوندا كان من عيلة فقيرة جدا لدرجة ان في 5 من اخواته ماتوا من سوء التغذية؟ طب تعرف انه وهو عنده 15 سنة سافر لطوكيو عشان يشتغل في ورشة لتصليح السيارات اللي كانت وقتها اختراع جديد. ساتشيري هوندا اتولد سنة 1906 وكان من عيلة فقيرة جدا لدرجة ان في 5 من اخواته ماتوا من سوء التغذية. ساتشيريو كان بيكره نظام التعليم في المدارس اللي كان موجود فيها، وعشان كده هرب لطوكيو وهو عنده 15 سنة عشان يشتغل في ورشة لتصليح السيارات. سنة 1922 ل 1945 ساتشيريو هوندا يسجل أكتر من 45 براءة اختراع. سنة 1938 ساتشيريو هوندا يخترع البيستون رينجز ويحاول يوردها لشركة تويوتا لكنهم بيرفضوا. بعد تعديلات كتير جدا بياخد موافقتهم ويبدأ يعمل أول مصنع ليه عشان يصنع شنابر المحرك ويوردها لشركة تويوتا. أثناء الحرب العالمية الثانية المصنع بتاعه يتدمر تماما، يا دوبك يقومه تاني يحصل زلزال سنة 1945 يجيب اليابان كلها على الأرض ومصنع هوندا يتدمر تماما. يكتئب ويتجنن ويبعد عن الناس، وبعد كده يقرر ان هو يرجع تاني ويفتح ورشة عشان يصلح فيها الدراجات. في الوقت ده اليابان كانت بتمر بأزمة كبيرة جدا في الوقود. ساتشيريو في الخردة بتاعته يلاقي موتور بيشتغل بالكيروسين اللي كان الوقود الوحيد اللي متوفر في اليابان. ياخد الموتور ده ويركبه على عجلة فيبقى موتوسيكل بيشتغل بالكيروسين. الفكرة هتعجب ناس كتير جدا وهيطلب منه حوالي 12 نسخة من أصحابه. بعد كده يطلب منه أكتر من 30 نسخة يعملهم للناس، ويبدأ رحلة جديدة من حياة هوندا. شخص جديد بيظهر في حياة هوندا اسمه تاكيو فوجيساوا. الراجل ده طلب من هوندا ان هو يعمل معاه مصنع دراجات نارية، يبقى هو مسؤول عن التسويق وعن التمويل وهوندا مسؤول عن الجانب الفني. ودي كانت بداية مصنع هوندا اللي احنا عارفينه. سنة 1948 مصنع هوندا يصنع أول موتوسيكل وسماه دريم يعني حلم. سنة 1952 هوندا يصنع أول موتوسيكل يتباع في الولايات المتحدة الأمريكية. ما خدش وقت طويل وقدر يستحوذ على حصة كبيرة جدا من السوق في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي أوروبا. في سنة 1961 وقرر يصنع أول عربية، واستمرت قصة نجاح هوندا لحد دلوقتي. ساتشيريو هوندا مات سنة 1991 وساب وراه علامة تجارية كل العالم يعرفها. لو عجبتكم الحكاية اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا.